السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز اللي احنا معتادين عليه وبنشتغل فيه على طول الأسباني الدرجة الأولى اللي مش بتخربش وخامة صلبة جدا، 5 أضعاف صلابة الجرانيت الطبيعي. المطبخ ده احنا عملناه في محافظة مرسى مطروح. هنسمع رأي المهندسة صاحبة المطبخ ونرجع لكم تاني. حاضر. يعني طبعا الشيخ خالد يعني غني عن التعريف. انا طبعا عارفاه عن طريق قناته اللي على اليوتيوب. والصراحة هو شخص يعني يتوثق فيه من غير ما تشوفه، من فيديوهاته. والله يبارك له شغله، يعني الله يفتح عليه. يعني شغل يعني اخر جمال وتشطيب، يعني نظافة ودرجة اولى. الله يبارك له، شخص مريح حتى في التعامل وشخصية ذوق، وربنا يبارك له. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. انا عارفة والله، بس باين من قبل ما نشوف الفينش النهائي. ربنا يبارك في حضرتك. واستاذ محمود ربنا يبارك في حضرتك وتسلم ايدك وعينيك يا رب. شيخ خالد، ربنا يبارك في حضرتك وينور عليك وينور عينك ويديم عليك الصنعة. بجد مش عارفة اقول لحضرتك ايه. تسلم ايدك ويسلم ذوق حضرتك في كل حاجة، في التعامل وفي التواصل ويعني وان حضرتك طبعا جيت لي مسافتي الكبيرة دي من الجيزة لحد مرسى مطروح. شكرا لحضرتك جدا يا جماعة. احسن حد حرفيا. الكلام ده مش كلام بس للريفيو، دي نصيحة يعني من اخت لأي حد ممكن يشوف الفيديو. نصيحة اي حد عايز يعمل الرخامة بتاعت مطبخه. بجد هيتعامل مع على الشيخ خالد ثقة عمياء حرفيا. يعني شيخ خالد اول ما كلمته قلت له ان انا مرسى مطروح، اتكلم معايا بما يرضي الله، وقال لي شوفي عشان التكلفة عليكي والمسافة ومش عارفة ايه وكده. وانا فعلا دورت وسألت زي ما هو قال لي، بس انا كل حد قال لي ممكن اجيب لك الرخام اللي انا كنت عايزاها اللي هي الكوارتز. كان بيقول لي ممكن اجيبها، بس كنت دايما خايفة ان هو ما يعرفش يركبها لي زي ما كنت بشوف شغل الشيخ خالد والفينش بتاعه ومحاولته ان هو يبعد تمام البعد عن ان يكون في لحام ظاهر في المطبخ. يعني بيحاول يتعامل مع كل مطبخ بيمسكه ان ما يبقاش فيه لحام للكوارتز ملحوظ اصلا. تمام. لانك هي ده اكتر عيب في الكوارتز، حتة اللحام بتاعته. هو بيتعامل معاه بحرفية مش طبيعية. انا عمل لي المطبخ بتاعي، مطبخي صغير وكان محير. وكان في غلطات في الحيطان عندي وعمود طالع ومساحتي ضيقة جدا. بس تعامل معاه حرفيا كأن المطبخ كله عندي حتة واحدة. بجد انا يعني حرفيا يا جماعة شيخ خالد ثقة 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 ثقة. ربنا يبارك له. وشكرا شيخ خالد ان انت استجبت لان انا ان حضرتك يعني تعمل